إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني الكرام، ما زال حديثنا موصولا مع سيرة وحياة سيد الكرام عليه الصلاة والسلام في دروس السيرة لتصحيح المسيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا نعيش بفضل الله عز وجل بعضا من هذه الأحداث العظام والآيات الجسام التي سبقت هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحداث العظيمة والآيات الجسيمة حادثة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، لا حرمنا الله وإياكم من الذهاب إليها في كل عام مرات ومرات، إلى بيت المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره من دنس اليهود الغاصبين. ثم معراج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى حيث أكرمه الله عز وجل عند سدرة المنتهى وما كان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في اللقاء الفائت في ذكر رواية مالك ابن صعصعة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وذكرنا حديث الإسراء والمعراج وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى حين عرج به إلى السماوات العلى، وما هي المشاهد التي وردت في الحديث التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. والليلة إن شاء الله عز وجل مع المحاضرة الثانية في ذكر حديث الإسراء والمعراج نبين بعضا من الأصول، أن حديث الإسراء والمعراج حديث طويل مطول ومتحدث فيه في بعض المسائل التي ينبغي على المسلم أن يعتقدها في هذه الحادثة. وقلنا أن هذه الحادثة أعني حادثة إسراء النبي ومعراجه كانت بعد حادثة رحلة النبي إلى بلاد الطائف. وقلنا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري من حديثها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ذكر النبي لها يوم الطائف. قلنا لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان قد عانى في رحلة في يوم أحد من الحرب الجسدية، فقد عانى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الطائف من الحرب الجسدية والنفسية. في يوم أحد شج رأسه، كسرت رباعيته، دخلت حلقتي المغفر في وجنتيه، سال الدم الشريف على وجهه الشريف الأزهر الأنور، أشيع خبر قتله، ضربه عبد الله بن قمئة أقمأه الله ضربة على رأسه عليه الصلاة والسلام، قتل حمزة أخوه من الرضاعة وعمه ومثل به، وقتل 70 من أصحاب النبي من خيار أصحاب النبي، وكل أصحابه خيار في خيار. كل هذا في يوم أحد عليه الصلاة والسلام. لكن في يوم الطائف أرغوا به الصبيان، أدموا أقدامه عليه الصلاة والسلام، غمزه هذا ولمزه هذا، يقول له سيد من ساداتهم وليس فيهم سيد، أما وجد الله رجلا غيرك حتى يرسله. والثاني يقول له: أما أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. والثالث ينظر إليه ولا يتكلم. 10 أعوام عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عالم
غير عوالم هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. كان ما كان من حديث الجن كما حدثتكم، وكان ما كان من حديث عداث كما أخبرتكم. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في جوار من؟ المطعم ابن عدي. طاف النبي بالبيت 7 ثم ذهب النبي إليه بيته عليه الصلاة والسلام. كم؟ 10 أعوام. رحلة الطائف كانت 10 أعوام، والطائف كانت 10 أيام، والطائف بينها وبين مكة كم؟ 100 كيلو متر. والنبي خرج ماشيا على قدميه. كل هذا ذهاب وإياب كم؟ 200 كيلو مترات عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له واحد في الطائف رضي أن يؤوي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان بعد رحلة الطائف رحلة إيه؟ الإسراء والمعراج. لذلك كأن لسان الحال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا كان أهل الأرض قد طردوك فإن أهل السماوات يستقبلوك. أنا أريد أن عشت معك هذه التقدمة لتعلم كيفية الحالة التي عرج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيفية المأساة القلبية والإيذاء الذي عانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة المحناء التي عاشها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أمور تعرفها عن الإسراء. وقلنا لا تتعجل، فحديثنا مع رسول الله لحظة لحظة ولفظة لفظة، وحديثنا مع رسول الله في الإسراء خطوة خطوة، وفي المعراج سماء سماء، ومنظرا منظرا، ومشهدا مشهدا عاشه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، الإسراء هو مأخوذ من السرى، وهو سير الليل. تقول أسرى وسرى إذا سار ليلا. يبقى ما معنى كلمة الإسراء؟ السير ليلا. لكن انظر إلى عجب القرآن الكريم. قال الله: سبحان الذي أسرى. ما معنى أسرى؟ السير إيه؟ ليلا. طب لما ربنا يقول أسرى بعبده ليلا، يعد هذا تكرار ولا مش تكرار؟ لما أقول لك مثلا فهذا أمر ظاهر جلي، ظاهر بمعنى جلي، والتكرار هذا ليس من دأب ذكر القرآن بهذه لأن الكلام في القرآن إذا وضع الله عز وجل لفظة ولفظة أخرى تشبهها فهذه لإيه؟ لحكمة. فكأن الله عز وجل يقول لك، لأن القرآن نزل بلسان إيه؟ عربي مبين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا هنا إعرابها إيه؟ ظرف إيه؟ زمان. فكأن الله يريد أن يبين لك أن هذه الرحلة لم تكن في كل الليل، وإنما كانت في جزء قليل من الليل. فقد أسري بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى بعد أن صلى رسول الله بالأنبياء إماما، ثم عرج به إلى السماوات السبع، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، ثم كان بينه وبين ربه من المراجعة بنصيحة أخيه موسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم رجع النبي إلى مكة، فدخل النبي بيته، فرجع النبي إلى وما زال الفراش دافئا. معجزة ولا مش معجزة؟ لذلك قال الله أول كلمة في سورة الإسراء سبحان الذي لتدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإسراء مأخوذ من السرى، وهو السير ليلا. تقول أسرى
وسرى إذا سار ليلا، وهذا قول الأكثر. وقال بعضهم أسرى سرى ليلا، وسرى سار نهارا. وقيل أسرى أي سار من أول الليل، وسرى أي سار من آخر الليل. لكن لتعلم أيها المسلم أن الله عز وجل لما قال أسرى ثم قال ليلا ليدل على أن هذه الرحلة العظيمة مع ما فيها من مشاهد ومع ما فيها من معجزات لم تكن في كل الليل، وإنما كانت في جزء يسير منها الليل. طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية اللغة. أما الإسراء الذي ذكر في القرآن الكريم في سورة الإسراء وفي سورة النجم ذكرت رحلة المعراج. فالإسراء الذي يتحدث عنه العلماء هي تلك الرحلة العظيمة المباركة التي بدأت من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس. دي اسمها الإسراء. طيب، والمعراج؟ المعراج قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية: المعراج، وقرأت في كتاب الفتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد السابع لحافظ ابن حجر، تقال المعراج ويقال المعراج بالضم، المعراج والمعراج. كلمة المعراج معناها الآلة التي عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بها إلى حيث أكرمه الله عز وجل. المعراج أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهي بمنزلة السلم. أنت عندما تصعد من الطابق السفلي إلى العلوي كيف تصعد؟ السلم أو أسانسير أو ما شابه ذلك. طيب، ولكنه في رحلة نبينا عليه الصلاة والسلام يختلف. لذلك قال شارح الطحاوية: لكن لا يعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من الغيبيات. احنا قلنا ما هي الآلة التي أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ البراق. لكن ما هي الآلة التي عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بها من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى؟ لا نعلم. يبقى شأنها كشأن غيرها من الغيبيات. والله عز وجل مدح هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب. قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شوف، أنت تؤمن بالغيب، تؤمن بالملائكة، ومع ذلك الملائكة عالم من عوالم ومع ذلك نحن نؤمن بالملائكة وإن كنا ما رأينا الملائكة. طب كيف نؤمن بهم ونحن ما رأيناهم؟ أولا لما تيجي تتكلم بالعقل تقول أنت تؤمن بوجود الهواء وأنت ما ترى الهواء، وتؤمن بوجود العقل وأنت لا ترى العقل، وتؤمن بوجود الروح في البدن وأنت لا ترى الروح. نحن نؤمن بوجود الملائكة لأن الله ذكرهم في القرآن، وكذلك ذكرهم النبي في صحيح السنة، وكذلك اسمع رآهم النبي بعينيه. وعين رسول الله مزكاة من الله، لأن الله عز وجل قال مزكيا بصره ما زاغ البصر وما طغى. فكل شيء رآه رسول الله أنت تعتقد أنه حق كما لو رأيته أنت بعينيك، بل أشد، لأن عيون النبي أصدق من عيونك. قال هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية المعنى الذي جاء ذكره في الأحاديث النبوية، فمعنى كلمة المعراج ما عقب رحلة الإسراء، ما عقب رحلة الإسراء من ارتفاع في طباق السماوات حتى الوصول إلى مستوى تتقطع عنه علوم الخلائق ولا يعرف أحد حقيقته. عرج به، دي رحلة المعراج، الرحلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيها من المسجد الأقصى يعرج به إلى حيث أكرمه الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن المعراج معناها هي
الآلة التي عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بها، وهي بمنزلة السلم، لكننا لا نعلم كيفيتها ولا كنهها، فهي من الأمور الغيبية التي نؤمن بها على ما وردت في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإسراء ثابت في كتاب الله عز وجل، والمعراج كذلك. فأما ثبوت الإسراء ففي قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأما ثبوت المعراج ففي قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رأى النبي من؟ جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. رآه المرة الأولى في مكة، وهذه هي المرة الثانية. رآه على صورته التي خلقها الله عز وجل، له 600 جناح، قد سد الأفق. جبريل هذا خلق من مخلوقات الخالق سبحانه وتعالى. رآه على صورته. عايز تتصور مثلا منظر جبريل له 600 جناح؟ لما أراد الله عز وجل أن يهلك قرى قوم لوط، أمر الله عز وجل جبريل أن يهلكهم وأن يأخذهم من أعلى ثم يلقيهم إلى أسفل. أخذهم القرى جميعا، قرى قوم لوط جميعا، ووضعهم على طرف ريشة من جناحه، طرف ريشة من جناحه، ثم صعد بهم ثم قلبهم رأسا على إيه؟ على عقب. هذا هو من؟ جبريل، وهو أفضل الملائكة. إذا أوحى الله عز وجل وحيا أول من يسمع هذا الوحي هو من؟ جبريل. فيصعد جبريل يتلقى الأمر من الله عز وجل، فإذا نزل قالت الملائكة لجبريل: ماذا قال الله؟ فيقول جبريل: قال الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وطبعا هنتكلم عن الملائكة كثيرا، لأن هذه الرحلة رأى النبي فيها كما من الملائكة بأوصافهم وصفاتهم، فيحسن بك أن تخرج وقد كان عندك هذا الإيمان الجازم بوجود الملائكة وبمحبتها الملائكة وبموالاة الملائكة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقرأ عن عالم الملائكة هذا والله تزداد إيمانا بالله عز وجل. شوف، تصور مثلا حملة العرش كم؟ 4 الآن، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي، يعني أذن الله عز وجل له، أن أحدثكم عن ملك من ملائكة العرش، رجله في الأرض السفلى وقرنه تحت العرش. رجله فين؟ في الأرض السفلى السابعة، وقرنه تحت العرش. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. تصور، هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ومع ذلك يرتعد ويرتعش خوفا من الله عز وجل. تقرأ عن ملائكة في بعض الآثار أن هناك ملائكة منذ أن خلقهم الله عز وجل ركع إلى الآن، من يوم أن خلقهم الله وإلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها، ما رفع الواحد منهم رأسه من ركوعه إلى الآن. وهناك ملائكة سجد بين يدي الله، ما رفع الواحد منهم رأسه من على الأرض ساجدا معفرا وجهه إلى الآن. وهناك ملائكة وقوف بين يدي الله، ما تحرك الواحد منهم من وقفته إلى الآن. متى يتحرك الواقف، ومتى يقوم الساجد، ومتى يرفع الراكع في يوم القيامة. أول شيء ينظرون إليه ينظرون إلى وجه الله الكريم، فإذا رأوا وجه الله قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعرفون قدر الله عز وجل. البارحة خسفت
خسف القمر، والسنة التي قبلها في نفس الموعد خسف القمر، والتي قبلها 4 سنوات متتاليات خسف فيها القمر. والشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آيات يخوف الله عز وجل بها عباده. وترى خسوف القمر أو كسوف الشمس والناس أمام المسلسلات، يعني الله القوي يخوفهم وهم لا يخافون، قاعدين على المقاهي بيشربوا دخان، واللي بيعصى ربنا بيعصى ربنا. والله يا إخواني بعد أن انتهيت البارحة من صلاة الخسوف خرج الناس، خرجت وجدت الخسوف ما زال، كدت أن أرجع، والله خفت أن ينزل العذاب علينا ونحن نسير في الشارع. الواحد خايف من الله سبحانه وتعالى، كأن الله يقول يا عبادي فاتقون، يعني خافوني، فعذابه شديد سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تصور في 4 أعوام متتاليات يأتي هذا الخسوف للقمر وهذا التخويف من الله سبحانه وتعالى، والناس في غفلة وفي لهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدث هذا الخسوف وأخبر النبي به وهو في بيته يقوم يجر ثيابه عليه الصلاة والسلام، يمشي يمنة ويسرى مرتعش خائف وجل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا رسول الله وأنت يقول النبي وما يؤملني، ما الذي يؤملني؟ إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها. سبحان الله، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فرحلة المعراج ستعيش فيها مع عالم من عوالم الغيب، وهو عالم الملائكة الذين نحبهم ونؤمن بوجودهم، وكذلك نواليهم. كذلك ستقرأ مثلا عن مالك خازن النار، رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، كما ستعرف قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة النبي أنه إذا رأى ملكا سلم عليه، فإذا علم الملك أن هذا هو رسول الله يعمل يرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام. إلا مالك خازن النار سلم فألقى عليه السلام، رد مالك ولم يرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل يا جبريل ما لي لم آتي أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا لي غير هذا. قال يا محمد أتدري من هذا؟ قلت الله أعلم. قال هذا مالك خازن النار، والله يا محمد ما ضحك منذ خلقت النار، ولو ضحك لأحد لضحك إليك. لا يضحك منذ وهو ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى، جعله الله عز وجل خازنا على هذه النار. منذ خلق الله النار لم يكتحل وجهه ولا محياه بابتسامة فضلا عن ضحكه. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فحديث الإسراء وارد في سورة الإسراء، وحديث المعراج ثابت في سورة والنجم إذا هوى. وكذلك الأدلة من السنة كثيرة، فقد ورد حديث الإسراء يرويه غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من طريق أنس وتكلم عليه وأجاد وأفاد. وتواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس ومالك بن صعصعة وجابر وحذيفة بن اليمان وشداد بن أوس وأبي بن كعب وأبي سعيد سعد بن مالك وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى الأنصاري وبريدة وأبي أيوب. كل هؤلاء تحدثوا عن
إسراء النبي عليه الصلاة والسلام ومعراجه، وكذلك أجمعت الأمة على ذلك، فلا زال حديث وخبر الإسراء متواترا يتناقله المسلمين العامة فيهم والخاصة، جيلا بعد جيل ينقلون هذه المعجزة العظيمة، ولا يعرف عن أحد من المسلمين من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان أنه أنكر هذا الأمر. طيب، ما الحكمة من الإسراء؟ الله عز وجل قال: لنريه من آياتنا. طيب، ما النبي عليه الصلاة والسلام عنده يقين، لكن اليقين عند الرؤية يختلف عن اليقين عند السماع. وقلنا إن درجات اليقين فيها أول درجة علم اليقين، الدرجة الثانية عين اليقين، الدرجة الثالثة حق اليقين. الجنة بالنسبة لك الآن علم يقين، علم يقين ورد في القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندما تقف على باب الجنة وتراها لكن لما تدخلها بعد، دي اسمه عين اليقين. طب عندما تدخل الجنة إن شاء الله، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على الطاعة، اللهم لا تحرمنا من الاجتماع في الدنيا على عرفات وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا آمين. أب عندما تدخل الجنة وتشرب من أنهارها وتعانق الحور العين وتجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع الزبور من داود وتتكلم مع الله عز وجل وتراه كما ترى القمر ليلة البدر، دي اسمه حق اليقين. طب الرحلة الآن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام من علم اليقين إلى، فيزداد النبي يقينا وإيمانا عليه الصلاة والسلام. قال الله: لنريه من آياتنا. كذلك قال الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ميز الله عز وجل بحديث المعراج والإسراء بين الطيب والخبيث، وبين المؤمن وصاحب الإيمان القوي، وبين المؤمن المذبذب صاحب الإيمان الضعيف. يعني لما تتكلم مع رجل لسه أسلم منذ أشهر أو من سنوات وتقول له إن محمدا عليه الصلاة والسلام يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع وما زال فراشه دافئا، من اللي صدق ومن اللي ما يصدقش. لذلك تمحيص الصف. ارتد بعد ذلك جمع ممن آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ إيمانهم فيه شوائب. أما الصديق لما أخبر بذلك قال: إن كان قال فقد صدق. لذلك سمي بالصديق. قال الله: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. وكان علي يخبر أن اسم الصديق نزل من السماء. فميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، وبين المسلم قوي الإيمان والمسلم مذبذب وضعيف الإيمان، فهؤلاء اشتدوا وهؤلاء ارتدوا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الحكمة من الإسراء والمعراج أن يري الله عز وجل نبيه من الآيات الكبرى ما تزيده يقينا وتروح عنه من هذا الأذى الذي لاقاه عليه الصلاة والسلام. وكانت فتنة ميز الله بها بين الخبيث والطيب. طيب، هل كان الإسراء بالروح أم بالروح والجسد؟ طبعا عندما تقرأ في كتب المتقدمين، يعني مثلا معنى كلمة الإسراء تقعد تقرأ 3-4 صفح، لا سيما في كتاب الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 7 ويتكلم عن السير والمغازي. تقعد تشوف بقى تقرأ في كلام السلف وكلام أهل اللغة وكلام أهل الاصطلاح وكلام أهل السير والمغازي. هناك من يقول لا كان بالروح، لا كان بالبدن. فكل هذه أشياء فيها أخذ ورد عند أهل العلم، لكن ما نعتقده هو مذهب سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال الحافظ ابن حجر:
ثم عقب الحافظ على هذا الكلام قال: اسمع: وظاهر الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك. إن الإسراء كان فين؟ كان في المنام. قال: فالجمهور على أنه كان بالروح وكان بالجسد، وحتى تتضح الرؤية فإليك دليل من قالوا أنه كان بالروح أو مناما، وبدأ يذكر أدلة من قالوا أنه كان فين؟ في المنام، ورد عليها. لكن قال ابن كثير: ومذهب جمهور السلف والخلف أن الإسراء كان ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك. ولهذا قال الله: سبحان الذي أسرى. والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة. ثم أكمل ابن كثير فقال: اسمع: لو كان الإسراء مناما أو بالروح لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له، ولما ارتد ضعاف المسلمين. أنا وأنا نايم حلمت أن أنا كنت في مكة المكرمة وذهبت إلى مدينة النبي هل ينكر عليك ذلك؟ لا يمكن. فالإنسان في عالم المنامات يذهب إلى آخر بلاد العالم، ثم إذا أصبح وجد نفسه في مكان نومه. فإذا أخبرتك أنت لا تنكر علي هذا الذي أخبرتك به. لكن إذا قلت لك أنني ذهبت إلى هذه الأماكن كلها في آخر بلاد العالم بجسدي في جزء يسير من الليل، فعند ذلك يكون الإنكار. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: بعد أن شنع وأنكر على من قال كان الإسراء بالروح، والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أخبر الله عز وجل بذلك. قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة عبده تعني بروحه وجسده. طيب، نقف عند هذا الحد في ذكر حديث إسراء النبي عليه الصلاة والسلام ومعراجه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل ما كان في اللقاء الآتي إن قدر الله اللقاء والبقاء. لماذا عزل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه سعد ابن أبي وقاص من منصبه، مع كون سعد بن أبي وقاص ومع كونه خال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يتفاخر به ويقول: هذا خالي فليرني أحدكم من خاله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسعد بن أبي وقاص كذلك هو خال النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أمه، فهو من بني زهرة، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد له فضل في أوليته في بعض الأمور، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، وهو الذي كان النبي يتفاخر به ويقول: هذا خالي فليرني أحدكم من خاله. وهو الذي بشره النبي، قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى أن قال: وسعد ابن أبي وقاص فين؟ في الجنة. سعد بن أبي وقاص مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، وجاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبجله وأكرمه ورفعه، إلى أن قبض الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مسموما، كما لا يخفى عليكم بعد مرور ما يقرب من 3 أعوام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب أن أبا بكر مات وهو ابن 63 كما مات النبي وهو ابن 63، ودفن بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. لا حرمنا الله وإياكم من السلام عليهم عند قبر رسول الله في كل عام، قلوا آمين. جاءت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقدر الله عز وجل أن يكون سعد بن أبي وقاص
من ولاة العراق. وكان هذا الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن سمرة. قال جابر بن سمرة في عجالة: شكى أهل الكوفة سعدا. الكوفة والبصرة دولت فين؟ في العراق، قوم شداد غلاظ لا يجتمع على أحد. أظهروا للحسين بن علي أنهم معه، وكانوا معه وسيوفهم عليه، وحرموه من الماء أيام كان عطشان، ساعة كان عطشان، حتى قال لهم: أيها الناس اتقوا الله فيا، فإنه ليس على ظهر الأرض ابن بنت نبي غير. ابن بنت نبي غير، ما فيش الدنيا ما عاد فيها ابن بنت نبي إلا أنا. حجبوا عنه الإيه؟ فهم قوم معروفون. وكانوا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي له يوما: يا علي أتدري من أشقى الرجلين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النبي له: أشقى الرجلين أحيمر ثمود. من هو أحيمر ثمود؟ عاقر الناقة إذ انبعث أشقاها، أشقى ثمود. والثاني الذي يضربك يا علي ها هنا حتى يبل هذه، يعني الدم ينزل من الرأس إلى الإيه؟ اللحية. فكان كلما اشتد عليه أهل العراق وينكرون عليه ويأخذون ويردون على علي، يقول علي بن أبي طالب: ما الذي يحبس أشقاها؟ يعني عاقر، يعني أين الرجل الذي أخبر النبي بأنه إيه؟ يعني كأنه يتمنى الإيه؟ يبقى هم قوم أصلهم إيه؟ شو هذا صنيعهم مع علي وصنيعهم مع الحسين. أنا أدلك على نفسيات القوم، يعني قوم غلاظ بينهم وبين أصحاب رسول الله من العداوة ما لا يخفى على القاصي والداني من علي والحسين. فشكى أهل الكوفة من؟ سعد بن أبي وقاص. اشتكوا لمين؟ جاي له رسالة مكتوب فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمير المؤمنين، أما إن سعد بن أبي وقاص لا يسير بالسرية ولا يحكم في القضية، اسمع، ولا يحسن يصلي. سعد ما بيعرفش ايه يصلي، لا يحكم في القضية، ليس عادلا، ولا يسير بالسرية، يبعث الناس يجاهدهم وهو يقعد فين؟ كناية عن انه ايه؟ جبان. ولا يحكم في القضية، كناية عن انه ايه؟ ظالم. ولا يحسن. ده في مين؟ في سعد بن أبي وقاص. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يسأل عن سعد. سبحان الله، رحم الله العدل. عمر بن الخطاب أرسل عمر بن الخطاب من يسأل عن سعد بن أبي وقاص. فالنفر الذين أرسلهم عمر لم يتركوا قرية ولا مكانا إلا وسألوا فيه، فكانوا لا يخبرون عن سعد إلا بكل خير، حتى وصلوا إلى قرية سألوا فيها عن سعد، فقام رجل في المسجد، تاه مني اسمه، حاجة ابن سعدة، فقال: أجل، هو ده بقى اللي بعت الرسالة، أما إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يحكم في القضية ولا يحسن يصلي. فلما علم سعد بذلك قال، هو قال عليك بحاجة: أما إني لأدعون عليك بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أطل عمره وأطل فقره، والنبي استعاذ بالله من الايه؟ من الفقر. وعرضه للايه؟ عمر بن الخطاب لما سمع واحد في الدولة بيقول عليه كده وعمر يعلم أنه مظلوم، خلاص عمر يعلم أنه مظلوم، عمل ايه عمر؟ عزله. تصور عمر
عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عمر ملهم ورجل محدث ورجل شياطين الجن تفر من الطريق الذي يسلكه عمر بن الخطاب. علم عمر ان ده شأن اهل العراق وكل ذلك، لكن شوف بقى فقه عمر، يقول لك ايه؟ هذا رجل في مكان ينبغي ان يكون غالب الناس متفقون عليه، فبدل ما نخلي سعد بن ابي وقاص امير في دولة فيه واحد ما بيحبوش، نجيب واحد تاني ويكون هو الامير في دولة كل الناس ايه؟ تحبه. فكثرة اجتماع الناس على الامير او الملك هذا يؤدي الى اقامة الدين والعدل. فاذا كان اهل هذا المسجد مثلا يجتمعون بنسبة 98 على الامام، افضل من ذلك ان تكون النسبة 100% اجتماعا على هذا، إن وجد من يجتمع عليه بنسبة أعلى من الآخر. فكان هذا من فقه مين؟ عمر. لما عزل عمر ما عزله عن خيانة، وده ما قاله عمر عند مقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما عزله عمر حتى لا تكون هناك فوضى. يجي واحد مثلا عايز يؤدي مثلا زكاة أموال ويعطيها للأمير، يكون في قلبه شيء من ناحية سعد بن أبي فيرفض ذلك. يجي واحد يدخل يصلي المسجد يصلي فيلاقي الإمام سعد فيقوم خارج من المسجد. عمر لا، عزله وأتى برجل من الصحابة في مكانه يجتمع كل الناس عليه. لذلك احنا نقول ممكن مثلا يكون مجموعة يتعاونون على البر والتقوى في عمل مثلا إقامة مجمع أو مسجد، فلو ذهبت أنا إلى فلان قد يرفضني، فالصواب أن أرسل له من يقبله. فهذا من الفقه ومن العدل ومن الإنصاف الذي أمرنا الله عز وجل به. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملهم. لماذا عزله؟ حتى يولي رجلا يجتمع كل الناس على ديانته وأمانته، حتى وإن كان الذي ذكر عن سعد ظلما وزورا وبهتانا. أما سعد لما عزل فلم ينكر، وإنما دعا على الرجل ثلاثا: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال الراوي التابع اللي بيروي هذا الحديث: فلقد رأيت ذلكم الرجل قد سقط حاجباه على الكبر من شدة ما طعن في السن. أطل عمره. ولقد رأيته قد طال فقره، ولقد رأيته يمشي في الشوارع يتغمز للفتيات. يبقى عنده 140 سنة وبيعاكس بنت عندها 15 سنة. فإذا قيل له، يعني أنكر الناس عليه، قال: وما شأني؟ عبد أصابتني دعوة سعد. عبد أصابتني دعوة سعد. طعن في السن، سقط حاجباه من على عينه من الكبر، يمشي يتغمز للفتيات، يقول: عبد أصابتني دعوة سعد، أو كما قال. الشاهد: عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه طعن وهو يصلي بالناس إماما في صلاة الفجر، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. وبعد ذلك جاء بالطبيب، قال: هذه الطعنة طعنة جرح ولا طعنة موت؟ شرب عمر اللبن فنزل اللبن من فقال: أوصي يا أمير المؤمنين. بدأ يوصي. جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشورى في 6. خلاص. وبين عمر أنه ما عزل سعد لشيء في دينه، ولكن عزل عمر لسعد من باب المصالح والمفاسد. يضع رجل يجتمع الناس عليه كلية أفضل من أن يجتمع الناس على رجل ولو شبه كلية. هذا فقه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا الواحد ده ممكن ينقل عن سعد ما ليس في سعد، لأن عمر بن الخطاب لما أتى بسعد وقال له: فلان يقول فيك أنت لا تحسن تصلي، قال: يا أمير المؤمنين، أما إني والله لأصلي بهم صلاة رسول الله، لا أخرم عنها شيئا،
أطيل في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني بطول في الركعتين الأولانيين وأخف في الركعتين الأخرانيين. فقال هذه والله صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. يعني لو رضيتم إن سعد بن أبي وقاص يكون هو أمير المؤمنين فهو أهل لذلك. الجواب: أيعزله عن إمارة الكوفة ويرضى أن يكون أميرا للمؤمنين؟ إذن ما عزله عن إمارة الكوفة إلا من باب المصالح اسمع بقى: فكلما اجتمع الناس على أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما في سلامة ديانتهم كان هذا أعلى كعبا وأرفع شأنا للدعوة إلى الله عز وجل. كلما اجتمع الناس على أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان هذا أعلى شأنا لأمر دين الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده وأعان الله عز وجل على إعداده في شأن حديث جابر بن سمرة في صحيح البخاري: شكى أهل الكوفة سعدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على إعداده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.